لو سمحت يا جماعه، لو سمحت، لكل ام عندها بيبي ولكل جده وجده وامهاتنا وجدودنا وكل الناس الكبيره اللي فوق راسنا، بعد اذنكم البنت لو تعبانه نفسيا نروح لدكتور نفسي، ده تخصص الطب. انا بشوف حالات للاسف ما ينفعش اتكلم عنها، انا مؤتمن على العيانين بتوعي، ولكن مشاكل كبيره بتحصل للاطفال بسبب ان الام عندها ايه؟ عندها مرض نفسي. مش لازم يبقى مرض كبير قوي، ممكن يبقى وسواس النظافه، البيبي هيتعدي فالبيبي يفضل 4 5 سنين ما بينزلش حضانه ولا ينزل مدرسه. فالحاجات دي يا جماعه ما نسكتش، لان احنا بنأثر على اجيال طالعه جايه جديد. بعد اذنك، عندك اي حاجه مشكله فيها افوره قوي، يعني في الخوف بتخافي قوي انه وسواس النظافه، يعني بتنضفي قوي قوي، لا لو سمحت روحي لدكتور نفساني واحكي معاه. انما حته الدكتور نفسي هو انا مجنونه، هو انا مجنونه، بطلت بقى يا جماعه. احنا دلوقتي زمن العلم كله مفتوح. حاسه ان انت موضوع معين، هقول لكم على حاجه، انا بخاف من الاسانسيرات ورحت كلمت الدكتور نفسي، الموضوع عادي والحمد لله بتحسن.